النهارده هنتكلم عن الميزوثيرابي. معكم دكتور سلمى نجاح من عيادة ديرما ألين. هنتكلم فيه عن الميزوثيرابي ان هو عبارة عن فيتامينات بتكون احنا بنحقنها انتراديرمس في الطبقة الثانية في الجلد، بتكون فيها احماض امينية واملاح وفيتامينات زي فيتامين اي وسي وكي واي، كلها حاجات مفيدة للبشرة. الفكرة ان هي بتزود الكولاجين وبتزود الالاستين، بتدي نضارة زيادة للبشرة. بنحقنه عن طريقتين، يا اما نيدلينج يا اما مايكرو نيدلينج اللي هو الحقن المباشر، يا اما مايكرو نيدلينج بالديرما بتعمل بورس في البشرة فبيوصل الميزوثيرابي بطريقه احسن، وده بنعتبره اكيد احسن من الفيتامين سواء التابلتس او سواء الكريمز. ليه؟ لان الكريمز بيوصل منها 0.3% بس منها والباقي كله بيروح، يا اما الفيتامينز بتاخد شهور قبل ما توصل لينا للمكان بتاع البشره. انما الميزوثيرابي احنا بنحقنه دايركت للشعيرات الدمويه الموجوده في الدرم. طب احنا بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه في حاجات كتير، اولها طبعا النضاره، ثانيها الكلف او التصبغات ايا كان، مكان اثار حبوب، مكان اثار امراض زي الجدري، الارتكاريا، اي حاجه تصبغات كانت موجوده بنقدر ان احنا نحقنها كحاجه وايتنينج وتفتيح. بنحقنها برضو اوقات للمسام الواسعه واثار للندبات، اوقات بنحقن فيها ميزوثيرابي بيحسن معاها سواء بالفراكشنال او بالديرمابين، في الحالتين بيكون مفيد. بنحقن كمان منه للشعر، بيكون فيه فيتامينات اكيد بتحسن معانا في الصلع الوراثي، بيحسن كتير سواء في الميل او الفيميل. في الفيميل باترن سواء الاماكن اللي فاضيه قدام او في الميل باترن فاضيه قدام او من الراس من الخلف، كل ده بيكون مفيد معانا. وحاليا بقى في ابديتس زي الستيم سيلز والاكزوزومز. بنحقنه فين؟ بنحقنه في الوجه اكيد، وفي الشعر، بنحقنه في الايد لو شكل الايد مش عاجبنا، بنحقنه في اي تصبغات موجوده في الجسم ايا كانت موجوده. في اوقات بنحقن ممكن كتفتيح حتى في الاندر ارم وفي البيكيني وفي اي مكان. لو حابين تعرفوا اكتر عن الجلديه والتجميل والليزر ممكن تتابعوا صفحات ديرما ألين.